اهلا، معاكم سارة. في فيديو النهاردة هنعمل وصفة جديدة بالبيض مختلفة عن اللي قدمتها قبل كده. طعمها رائع جدا، لازم تجربوها. اضمن لكم بعد ما تجربوا وصفة النهاردة او الوصفات اللي قدمتها قبل كده لازم هتغيروا رأيكم عن البيض، وكل يوم هتفطروا بيض بدون اي ملل او اي زهق. يلا على طول ونبدأ نشوف وصفة النهاردة ازاي هنعملها. محتاجين في وصفة النهاردة طبعا المكون الاساسي بتاعنا البيض، وهيكون عدده على حسب الكمية اللي انتوا هتعملوها. محتاجين كمان لبنة، صوص الجبنة اللي انا عملتها معاكم قبل كده موجود الوصفة على القناة، صوص الباربيكيو، بقدونس وكزبرة مفرومين ناعم، بصلة متوسطة مقطعينها مكعبات صغيرة، توم مفروم ناعم، فلفل اخضر مقطعينه مكعبات، وممكن كمان نستخدم فلفل الوان، وممكن استبدال اللبنة باي نوع جبنة كريمي او بالجبنة القريش كمان. في طبق هضيف كمية البيض، هقلبهم مع بعض. هضيف معلقة كبيرة او معلقتين كبار من الجبنة، ومعلقة كبيرة من صوص الجبنة، ويفضل ان انا بس اسيحه شوية، فانا هسيحه الاول بعد كده اضيفه هنا. هقلب الاول الجبنة مع البيض، هضيف عليه الخضار وهظبط الطعم بتاعي بالملح والفلفل. ما حبيتش هنا اللي انا اضيف في صوص الجبنه بعد ما اسيحه، حبيت ان انا اقطع منه قطع كده صغيره. البيض وهو بيستوي هتسيح معاه. بعد ما قلبت كل حاجه مع بعضها هبدا اجيب العيش، وانا هستخدم من هنا العيش الفينو، ممكن تستخدموا كمان الباجيت. وهبدا كده بالسكينه زي ما انتم شايفين قبل الاطراف بشويه، وبعد كده هشيل الوسط من غير ما اوصل للنهايه. الفيديو موضح الطريقه بالظبط انا قصدي ايه. وممكن اضغط كده الوسط شويه جوه، او ممكن اشيله بس ما وصلش للنهايه. كل اللي انا شلته هنا انا مش هرميه خالص، انا هسيبه في الفرن لحد ما يتحمص، وبعد كده هضربه في الكبه اول ما اطحنه ويكون عندي بقسماط. هدخلها الفرن يكون سخن على درجة حرارة 180 ل 200 في الرف الوسط عشان يستوي براحته جدا. وقبل ما يكون استوى هجيب صوص الباربيكيو، هدهن اطراف العيش واضيف عليه سمسم واسيبه بس تحت الشواية دقيقتين، وهيكون ده شكله النهائي. شايفين شكله قد ايه مغري انكم تاكلوه؟ جربوه، متأكدة هيعجبكم جدا. كده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. اقابلكم ان شاء الله بفيديوهات وصفات مختلفة، وسلام عليكم.